تجميعة شغال لي كل الألعاب بدقة عالية وأنا جيمر بس، ويا ريت يكون سعرها في النهاية. أنا النهاردة في الفيديو ده يا صديقي جايب لك تجميعة شغالة كل الألعاب بأي دقة أنت عايزها، إذا كان 2K 4K وكمان أكيد يعني 1080p. فخلينا نبتدي بأول حاجة في التجميعة وهو الكارت. مادام صاحبنا قال ان هو جيمر بس، فليه نروح لكارت من كروت نفيديا مع ان في كروت AMD ارخص؟ فهنروح للكارت الجبار الوحش ال RX 9070. الكارت ده بيجي ب16 جيجا بايت بسعر 37,000 جنيه. الكارت ده مش محتاجين نتكلم عنه كتير، يعني كارت جيل حديث، حاجة كده جبارة. المصاصة الفرنسية باللون الأبيض. نروح للمعالج، والمعالج اللي أخدته في التجميعة دي وهو الرايزن 5 9600 اكس. المعالج ده حاجة جبارة، بيجي ب12,400 جنيه. ما تتخضش من الأسعار، عشان في آخر الفيديو هتعرف ليه أنا اخترت القطعة دي. فكمل الفيديو للنهاية وما تعديش أي حتة، عشان لو انت بتعمل تجميعة أو بتفكر تعمل تجميعة محتار. المعالج ده حار نار، يعني نار صيفا ونار شتاء. فانت عندك خيار الكولر ماستر ده اللي هو 360 ملي، حاجة RGB، بتيجي بشاشة 8800 جنيه. اما لو انت عايز تروح لحاجة اعلى او مش عايز تروح لكولر ماستر، فعندك كولر من جيجا بايت سعره تقريبا في رينج 5000 جنيه. البوردة اللي أخدناها وهي ال B650 A واي فاي من أسوس برايم. البوردة دي تمن 7200 جنيه. طبعا بتدعم الPCI 5، وكمان بتدعم الواي فاي 6. يعني الواي فاي 7 بقى تروح لبورد البي 800 عشان تستفيد بالواي 7، بس ما اعتقدش ان انت في مصر تقدر تستفيد بالواي 7 دي. يعني تقريبا اقل بوردة تجيبها لو انت تجيب معالجات 9000 او 8000، يعني عشان الايه 620 مش افضل حاجة. نروح بقى للرامات. الرامات اللي اخدتها الكورسير. بقى للرامات الرامات اللي اخدتها من كورسير بسعة 32 جيجا بايت، سرعة 6000 ميجا هرتز، وكمان بتمن 6500 جنيه. يعني 32 جيجا DDR5 حاجة عظمة أوي. بس لازم تتأكد اللي هي بتدعم ال XMP AMD أو ال XPO، يعني ال XPO أو ال XMP تكون داعمة لل AMD عشان ما يحصلش أي مشاكل. اوكي، نروح بقى للعظمة اللي هناخدها في التخزين، اللي هو الكينج ستون بسعة 2 تيرا بايت NVMe أو M.2، تمن 6300 جنيه. هو 2 تيرا حاجة عظمة، بتوصل سرعته ل5000 ميجا في الثانية، يعني حاجة عظمة أوي. نروح بقى للباور الوحش العظمة يعني مش عارفة أقول ايه تاني. الأسوس تاف 1000 واط، طبعا جولد، بيدعم الPCI 5، وكمان بيجي بحاجات عظمة أوي. هو اللي بيسأل PCI Gen 5، يعني حاجة عظمة أوي. طب دلوقتي في واحد هيقول لي ليه ما خدتش باور 850 واط؟ أنا دلوقتي لو حبيت أطور مثلا لكارت زي مثلا ال5080،
او يا عم هتروح تجيب ال4000 50 40 80 سوبر. الباورات لو اقل من 1000 واط فهتعمل مشاكل، وتتأكد ان مادام جايب كارت وبوردة PCI 5 يبقى تتأكد ان الباور بيدعم PCI 5. وده الباور سبلاي اللي انا فضلته اللي هو الاسوستاف جيمنج 1000 واط بسعر 8250 جنيه، يعني يعني حاجة عظمة أوي برضو. بداية الكيس دي كل حاجة فيها تمام، حاجة عظمة أوي. وبس كده أكون عملت لك تجميعة تشغل لك كل الألعاب 4K فيما فوق 2K بقى.